Hepsi cezasını çekecek. Söz veriyorum sana. Çocuklar. Kardeşlerini أهلا بكم في قناتنا. النهاردة رجعنا لكم فكرة مسلسلات جديدة وقائمة ممتعة وشيقة كلها إثارة ومغامرة. قائمتنا هيكون فيها النهاردة أقوى 10 مسلسلات شتوية سنة 2023. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة تتابعوها وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز. يقول المسلسل في هذه القائمة جدا ممتع. المسلسل الأول في قائمتنا مسلسل عائلة. İşine bak kardeşim. Tamam? İşine bak. Özür dilerim. Sıradaki taksiyi ben alabilir miyim? Çok acelem var lütfen. Hanımefendi. Buyurun biz bırakalım sizi gideceğiniz yere. تروي أحداث المسلسل قصة أسلان الذي ينتمي لعائلة كبيرة ويتميز بشخصيته الغامضة والمظلمة، والتي تمكنت العائلة من الحفاظ على العشيرة بمجموعة من التقاليد غير القابلة للكسر. ويلتقي أسلان بالطبيبة النفسية ديفين على متن الطائرة عندما كان ذاهبا لإتمام إحدى عملياته، وتتقاطع طريقهما على متن تلك الرحلة ويقع في حبها. ومن هذه النقطة يكسر أسلان قاعدة مهمة جدا من دستور عائلة سويكان من أجل هذه الامرأة. وتتوالى أحداث المسلسل في هذا الإطار. Hareket, çaba ya da kımıldanış. Senin? Aslan. Böyle düz aslan. Ben ömrümü adadım senin için. Bütün dünyayı karşıma al. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için. Yapma. Benim hayatıma karışma. Buyur yenge. Oğlum davar mısın sen? Böyle mi veriyorsun? Ne bu ne? Elbise almak nedir artık ya? Aslan Dubai prensi misin sen? Aynaya bakmam, kendimi bilmem. Hayat acıtınca dünyayı sevmem. Ne yazık ki tek. المسلسل رقم 2 في قائمتنا مسلسل طيور النار. Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Ya çöpe küflü ekmek atılır, çürümüş meyve atılır, yırtık pabuç atılır da çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek. تدور أحداث المسلسل حول أطفال الشوارع الذين لم يتعدوا سن العشرين، حيث أنهم مروا بظروف صعبة وتعرضوا لبعض الأزمات منها الإدمان والعنف والجوع، ومصيرهم معروف، إما السجن أو القبر. أبطال المسلسل 6 أطفال بينهما فتاة عرفوا بالطيور النارية. هم أطفال شوارع ولكن غيروا مصيرهم ليس غيرهم ممن انتهى بهم المطاف، إما السجن أو التحرش أو القتل. فقرروا الطيور النارية أن يكونوا من طيور بلا جذور إلى طيور النار، وقاوموا ليروا أمل المستقبل. En çok da güvene. Sakın Gülayşe, hayır. Neşeleriyle sarıp demişler ki bana, korkma, biz varız, seni bırakmayız. Şimdi desenize bana, ben bu aileyi nasıl üzeyim, nasıl bırakıp gideyim? المسلسل الثالث في قائمتنا مسلسل يوم الصفر. تدور قصة المسلسل حول مجموعة من رجال الشرطة الذي جمعتهم السنوات وأصبحوا كعائلة مع بعضهم البعض، حيث أنهم يعتبرون قائدهم كأب لهم ويكلفهم بمهمة القبض على رجل مافيا شديد الذكاء. فماذا سيكون في انتظار أبطالنا وما الذي سيواجهون في هذه المهمة؟ Her güne endişeyle uyanmaktır. Gece gündüz durmadan çalışmaktır. Sabırdır. Adalete olan aşktır polis olmak. Şunu iyi bilin ki bu uğurda seve seve canlarını veren şehitler asla ölmez. Kim sebep olduysa hepsini teker teker bulacağım. المسلسل رقم 4 هيكون من نصيب مسلسل عمر. Bebeğim bir müsaade et, odadan çıkayım. Benden utanma istiyorum. Tamam? Kim getirdi onu buraya? İnsan
يدور المسلسل حول المؤذن عمر الشاب المسلم من عائلة متدينة والذي يقع في حب امرأة أكبر منه في العمر، ولديه أخت هربت من عائلتها بسبب الحب لتعود بعد فترة ومعها أولادها. المسلسل فيه الكثير من الأحداث المشوقة التي سنعيشها مع هذا المسلسل الرائع. Son finalde Ömer'in vurulması büyük şoklar yaratacak. Haluk'un gelişiyle kopan kıyametler ise büyük felaketler yaratacak. والمسلسل الخامس مسلسل اسمي فرح. پشت کوها یه صبوره پشت داشتا یه تالایی. يحكي المسلسل قصة البطلة فرح وهي طبيبة شابة تهرب من بلدها، وفي طريق هربها تتوقف في مدينة اسطنبول، وهناك تكتشف أنها حامل مما يضطرها إلى البقاء في اسطنبول. بدأت تعيش هناك كمهاجرة غير شرعية والعمل فيها كعاملة نظافة، لكن عالم فرح انقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها وتدور أحداث المسلسل. های خالی خونه ماست اون بره اب اون بره موچای. Merhametli olmam. Bana ne istiyorsan yap ama oğluma dokunma. Oğlan hastalığı ne? Neden bu halde? Doğuştan bağışıklık sistemi çalışmıyor. Abi ne istiyormuş senden? وقبل ما نكمل باقي المسلسلات فيا ريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لأول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. المسلسل رقم 6 مسلسل لا يمكن الوثوق في الرجال أو الغرور. Teşekkürler teklifiniz için ama biz bu kadarını kabul edemeyiz. İyilik yapmak istiyorsunuz ama fazla. Teklif ettiğim paranın karşılığında benim desteklerim olacak tabii. Pardon ama nasıl bir anlaşma ki bu karşılığında 3 milyon vereceksiniz, ben anlamadım. تدور قصة المسلسل حول شاب يستعد مع خطيبته لتحضير الزواج والزفاف، لكن بسبب ضغط الديون وفخ ديون ضخم يعاني من العرض الغريب الذي يتلقاه من مديره في العمل الذي سيغير حياته ومسار علاقته مع خطيبته. وتبدأ أحداث المسلسل في تسلسل مثير وشيق. المسلسل السابع في قائمتنا مسلسل أميرة بلا تاج. Pardon. Çok pardon. Nasıl bir manyaksın sen? Sebep? Yoksa derhal kızımdan ayrılacaksın. تدور أحداث المسلسل حول فتاة صغيرة نشأت على حكايات والدتها الخيالية التي ترويها لها، ولتتحول ضمن أحداث المسلسل إلى فتاة شرسة شريرة تستطيع أن تفعل أي شيء، في حين أن أول شخص تتلقى منه الدعم هو معلمها، وتنقلب الأمور رأسا على عقب للجميع بمرور الوقت. المسلسل رقم 8 في قائمتنا مسلسل الملكة. ما لازم يكون الافتراء على الناس سهل بهالشكل. أنا واثقة بزوجي، أتيش مستحيل يعمل هيك حملة. وهلأ بالإذن عنا مباراة ولازم نفوز فيها. تدور أحداث المسلسل حول حياة سيدة وزوجها، حيث انقلبت حياتهما رأسا على عقب عندما تورط اسم زوجها أشهر لاعب كرة سلة في البلاد في فضيحة كبيرة. تسبب مقطع فيديو في فضيحة لاعب كرة السلة الشهير عقب انتشاره، وبعد أن شاهدته زوجته التي يجمعها قصة حب كبيرة بينها وبين زوجها ووالد ابنها، لكن تغير الأمر بعد هذه الأزمة وتأثرت حياتهما بشكل كبير. شوفي ليش نزلتي لهون؟ أنت شو عملت؟ أنت شو عملت؟ شو هذا اللي عملته؟ كيف بتجرأ تعمل فيني هيك؟ كيف بتجرأ تعمل فيني هيك؟ بعد عني يا واضح. والمسلسل قبل الأخير معانا هو مسلسل وقت اللبلاب. Bir şey söylemek için bayağı erken ama ben çok sevdim burayı. Sen bu kadından pek hoşlanmadın galiba. Size yeni taşınmış. Evli falan mı? Boşanmış. تدور أحداث المسلسل حول تفاصيل حياة امرأة تعيش حياة رائعة وجميلة تحلم بها معظم النساء، فهي تعمل موظفة براتب شهري ممتاز وتحظى بحب زوجها، ولديها ابن يشاركهما هذا الحب والثراء والحياة المترفة، لكن تقابل رجلا غريب يدعي بأن زوجها يريد التخلص منها وقتلها، الأمر الذي يؤدي إلى انقلاب حياتها خاصة بعد مقتل صديقتها. وهنا تتوالى أحداث المسلسل
المسلسل في إطار التشويق والإثارة. Biz mutlu bir aileyiz. Bu gerçeği. أما المسلسل رقم 10 والأخير في قائمتنا هو مسلسل الغريب الذي بداخلي. Bu sefer erikle biber turşu saldı. Hadi sofra hazır. Arkadaşlar var mısınız bir oyun oynayalım? Ne oyun? Bu gece yemek تدور أحداث المسلسل حول أصلي التي تستيقظ يوما لتجد زوجها وابنتها مخطوفين على يد أحد لا تعرفه، لتقوم بالاتصال بأحد أصدقائها القدامى لكي يساعدها بالبحث عنهما، وتصلها رسالة نصية على هاتفها تؤكد عليها ألا تخبر الشرطة، وتدفع النقود لتسترد عائلتها. لتجد ابنتها قد عادت لكن زوجها لا يزال مختفي. تبدأ أصلي في الشك حول زوجها وطبيعة حياته، لتجد الكثير من الأسرار حوله. Ya konuşsana kardeşim, kimsin? Hani 40 yaşına geldi, tamam mı? Tam dedi ki oh düzenimi kurdum. Bir tane 20'lik çıtır geliyor, hop araklıyor kocasını. Eğer Sinan'ın bir hatlar karıştırdığını duyarsanız bana hemen söylüyorsunuz. Erkekler hayatta söylemez. Kaç yaşında bu kız? 20 yaşında ama çılgın bir şey işte. Mesaj geldi, mesaj. Kimden? Yasemin. Hadi. Abi inanamıyorum sana artık abi. وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كان تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.